يا بوتي يا بامبي، اصحوا اصحوا، اتأخرنا، الباص قرب يجي، اتأخرت على المدرسة. المدرسة؟ صباح الخير يا ماما. صباح النور، يلا البسوا، الباص قرب يجي. حاضر حاضر. يا ماري، مالك يا بوتي، في ايه؟ ما حلتش الواجب امبارح، قعدت على الموبايل احضر. ايه ما حلتيش الواجب؟ ده المس هتعاقبك. طب اعمل ايه؟ كنت بحتفل في فيديوهات الشورتس، كانت جميلة جدا. يا بنتي ايه اللي بتقوليه ده؟ المفروض تحلي واجبك. عامة يلا عشان اتأخرنا على المدرسة، يلا. حاضر يا ست بامبي. يا بامبي يا بوتي، كل ده بتلبسه؟ انا اديني جهزت يا ماما. برافو يا بامبي، انت بنوته ممتازه. ميرسي يا ماما. وانا كمان جهزت. برافو عليكم، يلا خلاص عشان الباص قرب يجي. باي. ربنا معاكم يا حبايبي. بصي يا بنتي يا بامبي. ايه يا بوتي، في ايه؟ انا مش هروح المدرسه. انت بتقولي ايه؟ بقولك انا مش هروح المدرسه، انا مش حل الواجب والمس هتوقفني طول الحصه. طب هتروحي فين يعني؟ هتروحي يعني تاني ماما؟ خلي بالك ماما هتزعقلك لو انت ما حلتيش الواجب اصلا. لا، ما انا مش هروح لماما. ايه هتقعدي فين يعني؟ انا هقعد في الشارع العب لغايه ما تيجي ميعاد المروح، واروح لما اشوفك نازله من الباص وكاني رحت المدرسه معاكي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت كده بتكدبي على ماما. ايه يعني مكتب عليها كدبه بيضه يعني؟ مفيهاش حاجه يعني، اقعد العب شويه وكل يوم مدرسه ما اقعد في الشارع العب شويه. غلط اللي انت بتعمليه ده. طب يلا الحقي الباص اهو قرب يجي، روحي يلا اركبي الباص. ايوه اهو الباص جه. ماشي يا بوتي ماشي، خلي بالك من نفسك. ماشي، باي باي، سلمي لها صاحبتنا ريم. حاضر. الله، انا فرحانه قوي ان انا ما رحتش المدرسه النهارده، راح العب شويه في الشارع. انا زهقت، مفيش اي اطفال بتلعب في الشارع، كل الولاد والبنات راحوا المدرسه وانا قاعده في الشارع لوحدي. زهقت من كتر اللعب مع نفسي. ايه يا طنط، حضرتك بتكلميني؟ ايوه شايفاكي زهقانه. صح يا طنط، زهقانه خالص. انت باين عليكي كنت رايحه المدرسه ومروحتيش، صح؟ ايه وحضرتك عرفتي ازاي؟ لا، ما انا بعرف كل حاجه. بصي انا معايا لعبه حلوه خالص. الله، ايه هي يا طنط؟ معايا عربيه، تيجي اديكي لفه بيها؟ ايوه، وانا معايا مصروف 5 جنيه، اخد اللفه بيك منك يعني ب5 جنيه. فكره حلوه خالص. وانا موافقه يا طنط. يا طنط مودياني فين؟ احنا بعدنا عن بيت بابا وماما. تعالي يا حبيبتي، هوديكي مكان احلى من بيت بابا وماما. لا انا مش هروح مكان معاكي، انا كنت بلعب بس. ما خلاص، يلا تعالي ادخلي. مودياني فين؟ انت بتخطفيني ولا ايه؟ هو انت خطفاني يا طنط ولا ايه؟ ايوه يا حلوه، علشان تعرفي تكدبي على مامتك تاني. يلا اقعدي هنا مع اصحابك المخطوفين لغايه ما نشوف طفل او طفله تاني اجيبهم هنا. يا ريتني ما كدبت على ماما، ويا ريتني رحت المدرسه واستحملت عقاب النص سنه، يا ريتني ما قعدت في الشارع لوحدي. بتعيطيش، احنا كمان مخطوفين، الست الشريره دي خطفتنا علشان تشحت بينا. ايوه عايز بنضحك عليكي. لا انا بنوته شجاعه ولازم اتصرف. يعني هتعملي ايه يعني؟ نفكر كلنا نعمل ايه علشان نهرب من البيت ده. هي بتقفل علينا بالمفتاح. لا لازم نفكر في طريقه نقدر بيها نخرج، لازم. احنا لازم نفكر كويس علشان نهرب. صح، هو انت اسمك ايه؟ اسمي فرح. وانت اسمك ايه؟ اسمي ياسين. طب يلا بينا نفكر، يلا. ماشي يلا. انا جاتلي فكرة. ايه هي؟ قوليلنا بسرعة يا فرحة، ايه الفكرة؟ احنا هنحط الصابون في الارض ولما تيجي الست الشريرة دي هتتزحلق. فكرة حلوة. وانا كمان فكرت ان انا اجيب عصاية واضربها بيها. برافو عليك يا ياسين، وانا كمان هقفل النور وعشان ما تشوفش اي حاجة. فكرة جميلة. وانا كمان وهي لما تفتح الكبس النور هروح اخليه متكهرب عشان لما تدوس على الكبس تتكهرب تقع في الارض تتزحلق، نمسك العصايه طخ 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 لغايه ما نفشفشها خالص. بس كده تمام. بس يلا بسرعه عشان هي قربت تيجي. ايوه صح، يلا بسرعه. ايه ده؟ مفيش حد في الشارع قاعد كده النهارده؟ ما خطفتش غير طفله واحده بس. ايه هو ده؟ ما الكل بيسمع كلام باباه ومامته وقاعد في البيت ولا ايه؟ يلا لما اروح عشان ادرب البت الجديده ازاي تشحت. ايه ده؟ هو البيت مظلم كده ليه؟ لما اروح اولع الكبس.
شريرة انت. ابعدوا عني، انتوا ازاي قدرتوا عليا وتوقعوني كده في الارض؟ محدش يربطني، انا لو اتربطت مش هعرف اتحرك. ما احنا مش عايزينك تتحركي خالص لغايه ما يجي البوليس ويقبض عليكي. هديني ولعتك النور وشلت الكهرباء. انا هطلع في الشارع عشان احنا مش معانا موبايل وهي سابت الباب مفتوح. هطلب الضابط شريف واشوف اي حد في الشارع يخليني اطلبه في التليفون. واحنا ايدينا حاسينها ومش هنطلعها. يلا يا بوتي بسرعه. حاضر حاضر. يا مجرمة حرام عليك، خليتيني ابعد عن ماما وبابا. وانتي مجوعاني خالص، انا كنت باكل حاجات حلوه قوي مع بابا وماما. حرام عليكي بتخليني اشحت في الشارع. ودلوقتي جاي الظابط الشريف يقبض عليكي يا شريرة. سيبوني قبل ما الظابط الشريف يجي. لا مش هنسيبك ابدا ابدا. نسيبك ايه؟ ده احنا رابطينك كويس قوي 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 عشان انت تستاهلي. اهي حضرة الظابط الست الشريرة اهي. اخيرا يا شطة عرفنا مكانك. ده احنا تعبانين قوي، حرام عليكي خطفتي اطفال كتير ومشغلهم شحاتين في الشارع. فكني يا ظابط شريف، فكني، انا مظلومة، انا ما خطفتش حد خالص. يا كدابة يا شريرة، انت خطفانة. لا دول عيال وبيهزروا معاك يا حضرة الظابط شريف. يا سلام، انت مجرمة، انت لا مامت ولا انا اعرفك. يا ياسين انت مش فاكرني ولا ده مامتك؟ لا يا حضرة الظابط، دي مش مامتنا، ده هي لسه خطفانة النهارده اول يوم ليا في الخطف. لا ما انا عارفها، هي شطة ومجرمة من زمان ودلوقتي هقبض عليها. طب ممكن ترجعني لماما؟ ما تخافيش يا بوتي، انا عارف بيتك وعارف عبير مامتك وودي الاستاذ ودي باباكي. طب رجعني لماما عشان اقول لها انا اسفة اني كدبت عليكي. ايوه ما تخافيش. وانا كمان يا عمو ودينا عند ماما. وانا كمان يا عمو. ما تخافوش، كلكم هتروحوا لاهلكم، الشرطة في خدمة الشعب. بس انا كنت عايزه اقول حاجه لاصحابنا ما نكدبش على بابا وماما خالص، ونروح المدرسه ونبقوا شاطرين علشان ما تحصلناش حاجه وحشه زي ما حصلت لي. انا غلطت اني كدبت على ماما وقعدت في الشارع وما رحتش المدرسه. اديني اتخطبت وكنت هشتغل شحاته. لو بتحبوا قناه لايك حطوا لنا لايك.